هو الطبيعي يا جماعة في الأوقات اللي زي دي إن ما فيش حد بيصوّر خيبته أبدًا، بس أنا عادي يعني إحنا أخوات مع بعضنا وأنا هاصورها لكم. المهم بقى يالّا بينا نعمل مع بعض حاجة حلوة جدًا كده وسريعة والكبار والصغيرين بيحبوها. هنجيب بقى شوية فراولة حوالي 10 حبات من الفراولة كده، هنقطّعها لقطع صغيرة وهاتي بقى الكوبايات بتاعتِك أو البولات وحطّي فيها الفراولة. هنجيب بقى كيس جيلي بطعم الفراولة، هنحط عليه معلقتين سكر وكوباية مَيّة سخنة، وهنا حطيت كمان كوباية مَيّة باردة بس اللقطة دي ما اتصورتش. هنشيل بقى الجيلي على جنب شوية كده ونقطّع الموز على طول قبل ما نحط عليه الجيلي، زي ما أنتم عارفين إن الموز لونه بيغيّر، فأنا قطّعت الموز على طول قبل ما أحط عليه الجيلي. حطيت بقى الموز كده على الفراولة ونزلت عليهم بالجيلي، وهناخدهم بقى وندخلهم التلاجة لحد لما الطبقة دي تتماسك. هنحضر بقى الطبقة التانية 3 كوبايات من اللبن، عليهم 3 4 معالق من السكر التحلية براحتكم، وظرفين من الفانيليا، وكيس من الكريم كراميل، ومعلقتين كبار مليانين من الكاستر. هنقلب الحاجات دي مع بعض كويس جدا وناخدهم نرفعهم على النار، وطبعا تقليب مستمر كده على النار لحد الغليان. وكده خلاص الطبقة التانية بقت جاهزة، المفروض ان احنا نستنى عليها شوية لحد لما تهدى وبعدين نحطها على الجيلي. انا كنت مستعجلة جدا يا جماعة وما تخيبوش خيبتي وتعملوا اللي انا عملته. انا حطيتهم وهم سخنين جدا كده فالجيلي بدأ يسيح ويطلع على الوش. طبعا استنوا عليها لحد لما تهدى شوية وبعدين حطوها فوق الجيلي، وارجعوا دخلوها التلاجة تاني بالظبط كده ساعة لحد لما الطبقتين يتماسكوا. وطبعا بقى يا جماعة ولا كأنكم شفتوا حاجة ولا كأني عملت حاجة، وكلكم هتكتبوا لي في التعليقات تسلم ايدك يا مرمورة، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي.